دعوه حلوه كده عشان فريق الهاند بول رجاله ويستاهلوها. انا يوسف التهاني العمي. منتخب اليد المصري اقوى منتخب لفريق جماعه عندنا، وهو الوحيد اللي لعبته يستحق اننا نقول عليهم رجاله، لانهم بيدوا 100% من اللي عندهم كل مره، ودايما بيدوك امل ويحسسوك ان عندك منتخب قوي ومحطوط وسط الكبار في اللعبه دي. ولما بيحصل اي اخفاق بتلتمس لهم العذر غصبا عنك عشان هم فعلا كانوا رجاله. ده بعيدا انهم ما بيحظوش بالامكانيات الجباره اللي بيحظوا بيها لعيبه رياضات ثانيه، طبعا مفهوم انا بتكلم عنهم، اللي لعبتها محسوب علينا نجوم وهم عيني على الله. المهم منتخب اليد بتاعنا دلوقتي مشارك في كاس العالم اللي بيتلعب في بولندا والسويد، واللي خلص الدور الاول وتصدر مجموعته بعد ما كسب كرواتيا والمغرب وامريكا وبفرق سكور محترم في كل ماتش فيهم. دخلنا مرحله الجد والمنتخب بيوصل للدور الرئيسي في البطوله، واللي بيتكون من 24 فرقه على 4 مجاميع، كل مجموعه 6 فرق بيتاهل منها اول 2 عشان يلعبوا دور الثمانيه. وادينا وقعنا مع الدنمارك في مجموعه واحده، واللي بيعتبر واحد من اقوى المنتخبات في العالم في اللعبه دي. ده بعيدا عن انهم ابطال العالم في النسخه اللي فاتت اللي اتلعبت في مصر وقت الكورونا، وكانوا هم اللي خرجونا ساعتها في دور الثمانيه. اهم معانا دلوقتي في المجموعه، بس ده مؤشر كويس. عارف ليه؟ لاننا قادرين ان شاء الله نتاهل لدور الثمانيه، وساعتها نبعد عنهم تماما. خلينا نشوف اكل عيشنا، بس رجاء خاص والنبي عشان انا عارف اننا بنسخن في الاخر. لو انت من الناس اللي مش متابعه خالص ومش فارق معاها البطوله ولا فرقه اليد، فعرض دين النبي خليهم في حالهم وسيبهم يشوفوا شغلهم، عشان احنا كل مره الشباب دي بتبقى عامله اللي عليها، واول ما بنيجي نتكاتف ونبص لهم في اللي بيعملوه بيخيشوا. فانت لو مش متابع من الاول سيبك منهم خالص، تجاهلهم، بس ادعي لهم النبي ان ربنا يكرمهم ويحققوا لنا انجاز يرفع راسنا بدل التخيش المبالغ فيه في اي رياضه جماعيه ثانيه. واظن واضح انا هنا بتكلم على مين.